في ناس بتمر بنفس الظروف الصعبة، واحد بيتكسر وواحد بيطلع أقوى. مش لأن واحد أحسن من التاني، لأ، ومش لأن واحد محظوظ والتاني مش محظوظ. الفرق في حاجة واحدة بس: المعنى. المشكلة مش في المعاناة، المشكلة في المعاناة من غير معنى. فكر في اللي بيحصل لما بتتألم من غير ما تعرف ليه. بتحس بإحساس تقيل مش طبيعي، زي إنك بتشيل حاجة تقيلة مش عارف تحطها فين. بس لما نفس الألم يبقى عنده سبب، بيتحول لحالة تانية خالص. لما بتتعب في الجيم التعب ده كويس، ولما بتسهر على حاجة بتحبها السهر ده ما بيبقاش زي أي سهر. لما بتتعب عشان حد بتحبه والتعب ده بيحس بمعنى. نفس الألم، بس لما يكون ليه معنى بيتحول لوقود. في حاجة خطيرة بيحذرك منها منسو. في ناس بتاخد ألمها بدل ما تتعلم منها بتبقى هي الألم نفسه. بتقول أنا اللي اتظلمت ولا اللي اتخذلت، أنا اللي الدنيا ضدي وكلام شبه كده. بتحس إن الكلام ده بيدي حق تبقى واقف، حق ما تحاولش، حق تلوم كل حاجة حواليك. بس في الحقيقة لما تبقى الألم نفسه بتضمن إنك تفضل متألم، لأن لو اتعافيت فعلا هتخسر الهوية دي، وده بيخوف. السؤال الأول ليه أنا، السؤال التاني أنا هعمل إيه بيها. الفرق بين السؤالين ده فرق بين حياتين. اللي بيسأل ليه أنا بيفضل في نفس المكان، لأن السؤال ده ملوش إجابة تنفع. اللي بيسأل أنا هعمل إيه بيتحرك، لأن السؤال ده عنده إجابة دايما. مش معنى إن اللي حصل لك كان صح، معناه إنه قررت إنه هيبنيك مش هيكسرك. هقولك حاجة من غير ما أكملها: في حاجات حصلت معاك وجعتك فعلا، ناس خذلتك، ظروف كانت قاسية، أحلام اتكسرت. مش هقول انسى وكمل، لأن الكلام ده سهل تقوله وصعب تعيشه. بس هقولك حاجة واحدة بس: الألم ده مش لازم يبقى آخر الكلام. في حاجة في كل تجربة صعبة، درس قوة وضوح بتوصله، بس لو اخترت تدور عليه. دلوقتي فكر في حاجة بتوجعك، أي حاجة، وبدل ما تسأل ليه أنا، اسأل ده هيعلمني إيه. الإجابة مش لازم تيجي دلوقتي، بس السؤال ده لو فضل في دماغك هيبدأ يغير طريقة نظرتك لكل حاجة بتمر بيها. الألم مش اختيار، بس المعنى اللي بيديه الألم ده اختيارك انت. مش هتلاقي حياة من غير مشاكل، بس هتلاقي مشاكل بتبنيك ومشاكل بتكسرك، والفرق الوحيد بينهم انت بتشوف فيها ايه.